بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جمع التكسير، النوع الثالث من أنواع الجموع. احنا قلنا جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. المذكر المؤنث سالم يعني ايه سالم؟ يعني سليمة مفردها ومن التغيير. نيجي للتكسير بقى. جمع التكسير، جمع المذكر السالم له شكل ثابت، وجمع المؤنث السالم له شكل ثابت. مذكر ينتهي بواو ونون او ياء ونون على حسب موقعه من الجمله، والمؤنث السالم ينتهي بالف وتاء مربوط. طب ايه حكايه جمع التكسير بقى؟ من اسمه الكلمه بتتغير خالص، المفرد بيتغير خالص. تمام؟ يبقى جمع التكسير تعريفه ايه؟ ليس له شكل ثابت. زي ما اقول ايه؟ قلم وقلم 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 هيكونوا ايه؟ اقلام. غيرت المفرد خالص. طيب باب، ابواب، كتاب، كتب، مدرسة، مدارس، حديقة، حدائق، عجيبة، عجائب. يبقى جمع التكسير ليس له شكل ثابت. تمام؟ بص معايا كده المثال اللي انا عاملاه لك وركز علشان نبدأ بقى نلعب مع بعض لعبة الجموع على الثلاث انواع. تمام؟ انا هقول المفرد وانت تقول لي الجمع وتقول لي النوع. خلاص؟ يبقى كأني هعمل جدول: المفرد، الجمع، النوع. كتاب، كتب، تكسير، ممتاز. ها، فنان، فنانون، مذكر سالم، هايل. فلاحة، فلاحات، ألف وتاء، مؤنث سالم. معلمة، معلمات، مؤنث سالم. حديقة، حدائق، تكسير. مهندس، مهندسون، جمع مذكر سالم. سهلة الدنيا؟ إن شاء الله سهلة، وربنا يسهل لكم أمركم. أي حد محتاج أي حاجة يبعت لي في التعليقات، وإن شاء الله نستفيد في الشرح فيها. وأرجو أن أنا أكون بسهل لكم الدنيا والمحتوى مفيد بالنسبة لكم. السلام عليكم، أشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.